اطمئن يا ست الكل، انت في رينج البنت ام 17 و20 سنه من 50 سنه. ماشي، ده في الرينج التعاملات، او في رينج احساسها، او في رينج صحتها او كده. ولكن اظن ان كمان في عوامل اجتماعيه للقصه دي، في شكل علاقات الناس ببعضها، في شكل اهتمام الناس بتكوين اسره، في فهم كلمه اسره، في فهم تكوين الاسره. بتهيألي ان كل ده برضو اتغير. لو بمنطلق او بالمثل بتاع لمبه الجاز، هو فهمه اتغير، مش دايما للاحسن، ولكن فهمه اتغير. وبالتالي بقى الدخول في علاقه اللي بتوصل الى تكوين الاسره بقى اقل. ما انا مش عايزه ادخل في حته الثيرابي، لان احنا متصورين النهارده ان علاقه الزواج هي تعويضات على اللي انتقص مننا واحنا اطفال، والزواج مش تعويضات، والزواج مش مؤسسه بسدد فيها احتياجاتي اللي ناقصاني، والا كان الاولى اتجوز وانا طفل، احتياجاتي اكتر وعجزي اكبر. الزواج مؤسسه نضج، مؤسسه شراكه، مؤسسه عطاء متبادل، مؤسسه احنا الاتنين بنقدم امكانياتنا اللي وصلنا لها في نضجنا لخدمه المؤسسه دي، وده مفهوم الاسره الحقيقي.